أنا من محرملة 7 بنات و6 واليد والله، وهالقصف فوقنا والله، وجينا هنا لجينا مشروع السيد ضربونا وما عدنا نستجري، نقعد ببيوتنا ما عدنا نستجري والله. جبنا بقرنا ودجاجنا وقعدنا هنا. عندنا أراضي وأراضينا ضربنا شو اسمه الأستاتر وما ظل عندنا لا أراضي ولا شيء، وقعدنا وصار القصف فوقنا وكان ننهزم ونجي. عجزنا وين، هجينا بتل عبود، هجينا بتل ذياب، بس طباحية وملينا. آخر شيء جينا هنا عند السيد قعدنا. ما بيناتنا غير النهر، بعدنا عنا البيت يضربونا الفوق، يضربونا وهدموا بيوتنا. ابن اخوي هدموا بيته ومرته انضربت والله، وخوف يعني جينا هنا خوف مو تريدين الصراحه. بنت اختي انضربت، انهد عليها الحائط، البيت انهد عليه، استعوض. فجأة هم نايمين الساعة 2 جتهم الضربة، والله 2 بالليل جتهم الضربة، هم وجهالهم نايمين وانهدت عليهم الدار. عندنا بقرات، بقرة، دجاج، الا شلون؟ والله يخافون، الا شلون ما يخافون. الشلاب هذا ما شفنا شلاب وقت الضرب يخشون عندنا بقلب الدار، احنا وهن نقعد مع بعض. احنا مو بيتنا هين الاستاتر تراب صار بسد الدار، يعني انقطعت القاع زاد راحت. احنا على خط النار، اي والله ما ظلت لا قاع ولا شيء. احنا هنا عند والد السيد قاعد نطش حنطه يعني فلاحين. احنا كنا عندنا قاع وعندنا بير وكنا نزرع، وهسه الزراعه راحت ما ظل، صرنا احنا فلاحين عند العالم بسبب هالظروف وهالضرب وهالشيء يلا بسبب هجينا من بيوتنا ما ظلنا شيء. قاعده ما تاثر الارض روح يعني تخرب وتصير جوار ومن هالشظايا ومن هالشو اسمه وتخرب. شو نطالب؟ نطالب منه ما لنا غير الله، نطالب منه بينا الله بس. نقول بل ان شاء الله ان الله يهدي هالوضع ونروح نرجع لبيوتنا، هذا اللي نريده يعني. ما يظل طق ولا يظل ضرب ولا شيء ولا، هذا اللي نريده احنا. نقعد بالبيت ونزرع القاع ونكيف ونقعد وما يظل طق ولا يظل شيء، كله احنا نخاف من هالطق. طيب الزراعة، تزرعين حنطة، تزرعين قطن، تزرعين خضرة، حياة الإنسان الزراعة. صار لنا 5 سنين مهجهجين، يجوا 6 سنين من مشروع لمشروع، نروح نرجع على بيتنا يصير الطق وننهزم. هلا امس مو منبطي من 10 ايام 15 يوم ضربوا بيت ابن اخوي، ضرب موت، مو شغله لعبه والله. حياتنا وحياه الارض ما هي لعبه. هذه البقرات التصوبه هذول، هذه وهذه، هاي عشرة مسكينه وتصوبت، عالجناهم 3 شهور. الشظايا دحكي هاي البقرة ما طلع منها زاد، وهو الحولي هذا ما طلع منه الشظايا زادين. هذا من هنا دحكي شوفي، هاي عمليته يعني سويناها لو دحكي. هنا هنا مكان الشظايا، مكان الشظية هنا صايرة. ما اعرف جوز بعد ايام تاثر عليه يعني. من المرقده صار لنا 4 سنين بهالمشروع. اي والله الحمد لله ما شفنا يعني عليه شيء. السنه يعني حيل ضررنا يعني. ايه والله ضررنا، جت ضربات، اجن قذايف على بين الارض. بقراتي 2 تصوبوا خالص، بقراتي خالص والله تصوبوا، وعيلتي كلهم بتشول. يوم صار عمال 35 عامل بين القطن، بس اعتباره انه مو بسد شوي يعني جريبات عليهن، والحمد لله الله ستار سلمهم. حيل يعني انضرينا. هين هذا كل الشظايا ماتن 10
ايه والحمد لله يعني على كل شيء الواحد يتحمد ربه. ويعني لو بس ظالين بالبيت زاد انه ما احنا ماشيين شوي تشتلنا احنا قذايف بوجه البيت كلها قذايف. يعني وين ما تجين تلقين قذيفه. اكيد المكان اللي جت عليه مو رايح يطلع. اي ما القاعه الزراعيه تاثر عليه، القصف ياثر. وتركتر هالزلمه هذا انهار باللور وخالص زاد ضربته القذيفه. وكل شيء يعني وابني راد يتصوب زاد انكشمت كنسته من هنا بشظيه. والحمد لله الواحد يوم انه سلامات. تاثر شلون ما تاثر؟ تاثر يعني مبينه يعني سامه. ايه سامه اليوم يعني واقعه هاي سامه يعني بدها تاثر على الزراعه يعني مثل ابن ادم مثل الانسان يعني تتاثر يعني القذيفه تاثر على الزراعه يعني تحطمها. اذا تزرع جبس، اذا تزرع حنطه، اذا تزرع قطن، هاي كلها يعني زاد يعني زراعه مثل ابن ادم. يوم هالزراعه تزرعين يصير هالطفل بده الواحد يداري زاد هالزراعه نفسه. العالم لسه مجبوره يعني تزرع بدها تعيش. والله نزرع جبس، نزرع قطن، نزرع سمسم، نزرع حنطه وكزبره هذا وكمون. الارض يوم تنتج وتصير انه مشان اقتصاد المنطقه يعني تساعدهم. والله مو يعني صار القصف على هالمكان والله احنا نفسيتنا تحطمت انه شنو زاد احنا قاعد يعني عايشين من وراه. اجباري بدنا نداري رزقتنا، هاي هي رزقتنا. والله اراضينا تعبت يعني القذايف تنزل عليها كل يوم والثاني تعبت يعني ارضنا ما عاد يعني تتحمل. والله انا كفلاحه اتمنى ان الحرب ينتهي خالص، اتمنىها انه ينتهي وانه هالعالم تعيش برفاهيه. من الغذائي بخطر وبيئتنا بخطر وكلها بخطر. صرنا كفلاحه اطالب بالمنظمات تهتم بالارض، تسمع صوتنا تنحمي ارضنا. هاي كأن ارضنا يعني يلزمها حمايه.